طبعا يا جماعة الكابتن حسام حسن زيه زي أي مسؤول في اتحاد الكورة، عمره ما هيعترف بفشله، وعمره ما هيعترف إن هو سبب أساسي من أسباب الهزيمة، وعمره ما هيكلمنا عن هو ناوي يعمل إيه في المستقبل إن شاء الله عشان نتفادى الهزيمة دي تاني. بس طبعا هيدور لنا على أي حجة تافهة أو أي سبب تافه يلهينا فيه، زي مثلا يتكلم عن جمهور المغرب وإنه ما كانش بيشجعنا، مع إن إحنا أصلا مش محتاجين حد يشجعنا. أنت عندك 120 مليون مصري بيشجعوك، مش محتاج مشجعين تاني. يعني إحنا مثلا هنستورد لك مشجعين من بره؟ إحنا هنجبر الناس إنها تشجع منتخبنا؟ هم حرين يا عم، مش عايزين يشجعونا ما يشجعوناش. انت محتاجهم في ايه؟ انت عندك شعب كامل 120 مليون بني ادم بيشجعك، ما تكسب. انت محتاجهم في ايه؟ هم مش مجبرون يشجعوك، كل واحد حر يشجع اللي هو عايز يشجعه. او مثلا يتكلم عن الماضي بتاعنا ان احنا اكتر فريق خد بطولات. احنا مالنا بالبطولات اللي قبل كده؟ وانت خدت حاجه؟ البطولات دي خدناها من زمان وخلاص وفتره وعدت. احنا بنتكلم عن دلوقتي. احنا بقالنا كام دلوقتي؟ بقالنا 16 سنه ما خدناش بطولات. قول لنا ازاي هنكسب بطوله تاني؟ ما تكلمنيش عن البطولات اللي فاتت. انسى الكلام ده كله، انسى الماضي، فكر لنا بقى في المستقبل هتعمل ايه عشان ناخد بطولات تانية وعشان نعوض الخسائر اللي خسرناها في الفترة اللي فاتت دي كلها.